حياكم الله. إلى كل يمني حر يمر عليه هذا المقطع، لا يمر من عندك، اما تسوي له لايك، سووا له نسخ 3 مرات اكسبلور. وحياكم الله جميعا. يوما ما الأستاذ الكبير والقدير الإعلامي داود الشريان استضاف أحد المهندسين العرب، فقاموا يتحدثون عن البناء والعمران وحاجات زي كذا، فاختلفوا في بعض الأقوال. فقال الأستاذ داود الشريان بجيب لي يماني وبحطه يبني الجدار ويخربه ويتعلم فيه ويخربه أوفر عليه. للأسف يا أستاذ داود الشريان، أنا أقول لك كلمة واحدة: نحن أهل القلاع والحصون من 7000 سنة. والله لو تشوف هذه المناظر، نحن نسكن في بيوت سقوفها من صخور من 7000 سنة. نحن أهل القلاع وأهل الحصون يا أستاذ داود. والله اللي بس لو تستقر الدولة 50 سنة ويستقر البلد ويقع له شوية أموال، والله لترى العجائب. لنجعل اليمن ناطحات السحاب من صخورها، نبنيها من صخورها ناطحات سحاب. هذه قدامك يافع، قدامك ريمة، قدامك حجة، قدامك صعدة، قدامك عمران، قدامك صنعاء القديمة، قدامك أشياء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من هذه المباني العظيمة. ليست كتلك المباني التي تغطي عيوبها بالكلادنج. هل رأيت عمرك وفي حياتك شفت مباني مثل هذه المباني في أي دولة عربية أخرى يا أستاذ داود؟ تحياتي لك، أنت إعلامي كبير. تدري يا داود ليش؟ نحن بس ينقصنا الإعلام وتنقصنا الأموال، وإلا والله لنصنع المعجزات كما صنعوها أجدادنا. نحن نسكن في ناطحات سحاب وقصور من آلاف السنين. تحياتي.